اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين ومتابعين زواج اونلاين، يا رب يكون الجميع في اتم صحه واحسن حال. وبنقدم لحضراتكم عرض جديد من عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج التواصل معنا. ولو بتشوفني لاول مره ومهتم من النوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار، علشان نقدر نساعدك في ايجاد الزوجه المناسبه ليك او ايجاد الزوج المناسب ليكي. ونحن نقدم هذه الخدمه مجانا لوجه الله فقط وبدون اي مقابل مادي. وبحب أكد على كل الناس اللي بتتواصل معانا على اليوتيوب وبيسيبوا رسالة فيها بياناتهم وبيسيبوا رقم موبايل ليه، يا ريت يكتب رقم موبايله بطريقة الحروف بلاش طريقة الأرقام، لأن الرسالة كلها بتتمسح لو كتب رقم موبايله بطريقة الأرقام. وفي الناس بتحسب ان احنا اللي بنمسح الرسالة، فأنا بأكد لحضراتكم إن احنا مش اللي بنمسح الرسالة، اليوتيوب ذات نفسه ولا بيمسح الرسالة. وفي نفس الوقت بأكد لحضراتكم يا ريت اللي يتواصل معايا برسالة فيها بياناته الشخصية ورقم موبايل ليه يكتب الرقم بطريقة الحروف. ولو حضرتك رجعت الفيديو التعليقات اللي على القناة هتعرف ان الناس بتتواصل معانا ازاي برقم موبايلها، هتعرف الطريقة اللي انا قصدي عليها ازاي. ده هو بس كانت ملحوظة هامة عشان الناس فاكرة ان احنا اللي بنمسح الارقام الرسائل اللي فيها بياناتهم، فانا باكد لهم ان رقم من موبايلي ما بيتكتب بطريقة الارقام هو اللي بيمسح الرسالة، ودي كانت ملحوظة هامة جدا. معانا النهاردة عرض زواج لعروسة على قدر كبير من الجمال والاحترام من عائلة محترمة جدا، عائلة محافظة، ناس ملتزمين دينيا جدا. نبدأ العرض ونقول مواصفات العروسة. الآنسة مروة، مؤهل عالي، خريجة كلية هندسة وتعمل في وظيفة محترمة جدا. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة المنوفية، السن 26 سنة. وقبل ما نقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط به، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو دعما منكم لنا علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا، ونقدر نساعد كل الجادين الراغبين في إيجاد شريكة العمر المناسبة وشريك العمر المناسب. وبحب اشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبقول لهم احنا مستمرين بيكم وبدعمكم ان شاء الله، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. بحب اكد لاي شخص مع او اي مشترك معانا على القناه حابب ان هو يبعت رساله فيها طلب او استفسار، يا ريت بعد ما يرسل رساله يعمل لايك للفيديو عشان الرساله تظهر ليا بسرعه اشوفها واقدر اتواصل مع حضرتك او ارد على استفسارك. وباكد لحضراتكم ان طرق التواصل معانا هي على اليوتيوب او على الايميل الخاص بالقناه، هتلاقي الرابط بتاع الايميل موجود في الوصف بتاع القناه. وفي الحالتين اذا كنت بتتواصل معايا سواء على اليوتيوب او سواء على القناه، هيتم الرد على حضرتك او على استفسارك في اسرع وقت ممكن. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط به. يكون شاب أعزب ولم يسبق له الزواج من قبل، يكون مصلي وملتزم ولا يدخن، ومن أسرة طيبة ومحترمة، مؤهل عالي مناسب لمؤهلها. زي ما احنا قلنا هي مهندسة وبتعمل مهندسة، ويكون يعمل وله دخل ثابت وميسور الحال ولا يزيد السن عن منتصف الثلاثينات. وللجدية في طلب الزواج منها، ده أهم شرط من شروط ولي أمرها، إن اللي يتقدم ليها أو اللي يتقدم لينا بخصوص العرض ده يكون فيه المواصفات دي، وفي نفس الوقت يكون من داخل محافظة المنوفية، لأنه لا يرغب في إقامة بنته خارج المحافظة بسبب تعلقه بيها، وهو ما عندوش أي استعداد إن هو بنته تقيم بعيد عنه. هو أكد ليا إن هي جالها كذا عرض زواج بس من خارج محافظتها، وهو مش عايز كده. هو أهم شيء بالنسبة له بالنسبة لبنته إن تكون إقامتها داخل محافظة المنوفية زي ما احنا قلنا. ربنا بإذن الله يرزقها بالشخص اللي هي مناسب ليها، المحترم يتقي ربنا فيها ويصونها. طريقة التواصل مع والدها وهو ولي أمرها، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه هو في المواصفات المطلوبة، يتواصل معنا ببياناته الشخصية كاملة عرضها على ولي أمرها، وربنا يقدم ما فيه الخير للجميع بإذن الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج أونلاين هتلاقي الأحسن والأفضل ليك معانا إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم أعزائي